تشاهدون في هذا التقرير. واشنطن تتدخل بقوة في عدن وتحسم أخطر ملفات السلطة. تعديلات أمريكية تنهي صراع الحصص وتفتح الطريق لإعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات. التفاصيل بعد الفاصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تقترب حكومة عدن الجديدة من الإعلان بعد تدخل أمريكي وصف بالحاسم أنهى أسابيع من الخلافات السياسية التي عطلت تشكيلها. مصادر حكومية رفيعة كشفت أن السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن قاد خلال الأيام الماضية جهودا مباشرة لوضع معايير واضحة لتشكيل الحكومة قدمت إلى رئيس الوزراء المكلف شائع الزنداني. وبحسب المصادر شملت المعايير الأمريكية التأكيد على مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب مع تعيين نائبين لرئيس الحكومة يمثلان الطرفين إلى جانب تخصيص مقعدين للنساء ضمن التشكيلة الوزارية. ويأتي هذا التطور بعد أن شكل ملف تقاسم الحقائب الوزارية العقبة الأبرز أمام الإعلان في ظل تمسك قوى جنوبية بالحصول على ما يصل إلى 80% من حصتها الحكومية. كما أفادت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طلب من رئيس الحكومة المكلف تقديم 3 مرشحين لكل وزارة على أن يتولى المجلس الرئاسي حسم الاسم نهائيا. ووفق التقديرات من المتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة في وقت لاحق اليوم ما لم تطرأ خلافات جديدة تعيد الملف إلى نقطة الصفر.